عندما نستمع إلى هذه الألحان لا يخطر ببالنا أننا أمام فرقة تضم أشخاصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة. إنهم فنانون حقيقيون تغلبوا على الصعوبات الصحية والنفسية بفضل الموسيقى، مكونين أروع فرقة موسيقية في الجزائر. جمعية الشمس للفنون العلاجية التي أسسها أستاذ الموسيقى وعالم النفس الحركي جمال مراحي تعد الأولى من نوعها في الجزائر. تسعى الجمعية لإدماج الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، التوحد والتثلث الصبغي في المجتمع وتغيير النظرة السلبية نحوهم. جمعية شمس نشأتها في 2008، اختارت كما قلت الموسيقى، المسرح والفنون التشكيلية بالإضافة إلى نشاطات أخرى ذات طابع تربوي ترفيهي لمساعدة الأشخاص للتغلب على الإعاقة، وسيلة تجمع لم الشمل. اختارت شمس كمهمة وهدف أساسي هي إدماج الأشخاص ذوي إعاقة في الحياة اليومية عن طريق نشاطات إدماجية. كل الورشات الفنية التي تقترحها شمس يقصدها شرائح من كل مجتمع، أعمار مختلفة وإعاقات مختلفة، مرضى مزمنين كما ذكرت في السابق، وكذا أشخاص بصحة جيدة. لماذا؟ للقيام بعملية تحسيس داخل المجتمع بطريقة متواضعة، تقبل الآخر، تقبل الإعاقة. هذا الأشخاص اليوم نجدوهم غايبين على مقاعد الدراسة، غايبين في النوادي الرياضية، غايبين في النوادي الفنية، وهذا راجع للنظرة الضيقة المقزمة اللي يشوف فيها المجتمع وكذا. وهذه هي الصعوبة اللي يعيشها الشخص ذوي إعاقة وكذا العائلة تاعو. الصعوبة هي ليست تكمن في المرض تاعو، بل النظرة السلبية أو عندما يغيب عن المجتمع. نحب جمعية الشمس، نحب جمال مراحي وواكي قانوني من بكري تربيت معها. نجح أعضاء مثل عادل ومحرز بالتميز بالعزف على عدة آلات موسيقية، وأصبحوا يساهمون في تأطير زملائهم داخل الجمعية. أنا في شمس تربيت فيها، كنت في الباب الوعد، كنا في لوبيتال مايور ميسيون لا غابة، تربيت فيها وكبرت فيها. نحب الموسيقى، أنا نلعب لا فليت، لو بيانو، بونجو، لا كيتار، العود، وندير لا كورال، وانا ندير نكادري دراري، نكادري تريزوميك اوتيز. انا نقول لكم باللي كاع واش كنت نتمنى عامين، الله غير عجبني الحال والفت، وانا تاني نسال فيها انا وزيد. عندي الباك هذا العام، عام الباك، وراكم تعرفوا الباك. ونقرا سولفيج، وندير لا دونس، وندير التياتر. لوديكا وبيانو والجيتار، فيولون، بونجو، موندولين. علمني كلش، تعلمت لافليت وكيتارا ولافليت التو بكري. المستقبل تاعي كي وقفوا عليا لي بابا لي خاوتي ولي سلتو جامع مراحي، واما باقي نحبهم بزاف. ويعطيكم الصحة راكم يخفى عليا وراني نقري
انا نقلب مولوديا وندير تياتر وندير لا كورال وندير اندوس وندير لافورماتيك. لا تقتصر جهود الجمعية على المرضى فقط، بل تشمل أمهاتهم أيضاً، حيث تشاركن في الورشات لتسهيل اندماج أطفالهن. كان عندها ان اوتيزم بوتيت هكذا اسي سيفير، كما نقولوا جبتها للشمس، elle était pas stable, elle était très hyperactive, elle bougeait beaucoup وتعلمت تقعد، تعلمت تصنت، تعلمت كما نقولوا سي اون اسوسياسيون. الشمس سي اون اسوسياسيون ما كاينهاش اصلا اون الجيري، سي لا سول. الوغ من نهار بديت دوكا راني في 11 سنه وانا معاهم. متجايه على جال هاد لاسوسياسيون باسكو دير الموسيقى العلاجيه، لا ميوزيك ثيرابيوتيك، شفتها في لي ريزو سوسيو. دونك جيت وجبت وليدي عنده ان غران روتار، ما يهدرش بيان، ما يحبش يواسي مع الناس تو سا. ملي راهو يدير لا ميوزيك هنايا مع لاسوسياسيون شمس او يفي لا ميوزيك، يفي اوسي دو تياتر معاهم، يسلمك. بان دوكا وليدي يهدر تخي بيان ويحب الغاشي، يلي دوفني سوسيابل، اندمج بالفضل تاع لا ميوزيك ثيرابيوتيك هادي تاع لاسوسياسيون شمس. Eh ben, il est devenu une autre personne. Il y a une maman d'un trisomique, Abdel Moumen, qui a 16 ans. L'association قالوا عليها دونك جيت قصدتها، حلوا لي الابواب. وليدي سيتي ان غارسون تري تيميد، ما يهدرش، il n'était pas vraiment مندمج في المجتمع. لحق هنا في l'association شمس، حلوا لنا البيبان و il a commencé à s'intégrer très bien avec les enfants qui les autistes et les normaux. Ce qui est bien fait de l'association, il fait, le président a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a intégré les normaux, bon, les normaux avec les enfants handicapés. سمعت بها par le biais d'une maman كانت عندها زوج بناتها هنايا des enfants ordinaires، وانا كنت حابه ندخل بنتي هكا dans un endroit associatif باش تتعلم تعاون وتنتجري مجتمع امام هي، باسكو كان عندهم الحشمه، عندهم نقص ثقه في النفس. قلت اموا بنتي افافا، ما كنتش على بالي واش كاين فيها، مي كي جيت راني هنايا دوبي 2005 صافي 7 سنين. الشمس عندنا مجموعة صوتية، عندنا فرقة موسيقية، عندنا فرقة مسرحية، واليوم أصبحت أكثر من نشاط فني، بل هي عبارة عن عائلة تعمل على لم الشمل، عائلة تقوم بفضل هذه الفضاءات، هي فضاء التواصل، فضاءات للتبادل حتى بين الأولياء، تبادل الخبرات، عبارة عن كما يقولوا اون ثيرابي دو جروب، وين كل اولياء اباء وامهات يتلاقاو الحديث عن مشاكل ابنائهم، مشاكلهم الصحيه وخاصه مشاكلهم الادماجيه. اليوم ما يخفاكمش ان الاولياء هذو يجدون صعوبه كبيره في ادماج الابناء تاعهم في الوسط الدراسي او الوسط الرياضي او الفني. ان شاء الله التجربه كما تاع الشمس تعم على الوطن، وان شاء الله احنا نحاولوا عن طريق التجربة تاعنا المتواضعة في نشر عملية تحسيس وتوعية بأن هذا الأشخاص هو عبارة عن إنسان. الموسيقى كوسيلة علاجية معروفة منذ القدم. احنا جمعية شمس لسنا المبتكرين، نحن من المؤسسات اللي اختارت هذه التقنية لنجاعتها ولفائدتها الكبيرة، لأن النشاط الموسيقي نشاط تعليمي، النشاط الموسيقي نشاط عنده صبغة ترفيهية. عندما نتحدث عن ذوي الإعاقة غالبا غياب النطق أو اضطرابات في النطق، مشكل التواصل، مشكل الانغلاق على بعضهم. الموسيقى نشاطات متعددة. عندما نتحدث عن الآلة مثلا، هي وسيلة علاجية فيما يخص النمو الحركي الدقيق
عندما نتحدث عن المجموعة الصوتية هنا رانا ندق على النطق واضطرابات النطق وتأهيل النطق. لماذا؟ لأن عندما نتحدث عن المجموعة الصوتية أو نتحدث عن الأغنية لها نص. اليوم الشخص هذا يعود يعرف اليوم نغني الربيع، غدا نغني موضوعات ميتافيزيقية، موضوعات ملموسة، نتحدث عن الحرية، نتحدث عن الأم. الموسيقى لها لحن، معناتها ندق على حاسة السمع، نشاط يدق على كل القدرات الفكرية والعقلية، وكذا بما يسمى الحواس بطريقة لطيفة، والشخص يتجاوب معها، عندها صبغة ترفيهية. يدرسوا سولفاج ويقرا المدرج الموسيقي ويقرا لا بارتيسيون. يحب يقول اليوم ماهوش هذاك المعوق، اليوم راهو فنان متمكن من العزف، وهذا النشاط حتى فيما يخص النفسية تاعو تمد له دعم كبير. اليوم يشوف روحه متفوق على آخرين. اليوم بفضل الموسيقى عنده النشاط الموسيقى المسرحي، عنده في البرنامج الأسبوعي تاعو نروح الجمعية، نروح نحضر المسرحية تاعي، ندير البروفا فيما يخص الموسيقى، فيما يخص المجموعة الصوتية، وكذا هناك فيما يخص سيرورة النشاط في المناسبات الوطنية والدينية. عندنا وقفات محطات وين هاد التلاميذ هذو يقدموا عروض فنية في قاعات كبيرة، حضور الجمهور تخلي هذا الشخص يعيش مناخ جد مشجع، مناخ يخليه يرتقي إلى نفسية كبيرة جدا مليحة، يرتقي إلى مستوى وين يعيش واش يعيش الفن الكبير. هذاك لو ريدو، لي بروجيكتور، تصفيقات الجمهور، لي لونج، اليوم تلقايه شخص نقدر نمحو هذيك الكلمة إعاقة، بل شخص له صعوبة كالآخر، كما يقولوا الكمال لله. تؤكد الدراسات الاجتماعية أن الموسيقى المهذبة تعزز شخصية الطفل، وهو ما أثبتته جمعية شمس، حيث حولت منتسبيها إلى فنانين يبهرون بأدائهم في كل مناسبة.